خطف أيوب بوعدي لاعب وسط المنتخب الوطني المغربي الأنظار خلال المواجهة التي جمعت أسود الأطلس بنظيره البرازيلي أمس السبت في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026. ودخل المنتخب المغربي المباراة بقوة، حيث افتتح إسماعيل صيباري التسجيل في الدقيقة 21 قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في تعديل النتيجة للبرازيل في الدقيقة 32 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول لبوعدي بقميص المنتخب المغربي، حيث قدم أداء مميزاً جعله من بين أبرز لاعبي اللقاء. وأبان لاعب وسط ليل الفرنسي عن جودة كبيرة في بناء اللعب والتحكم في إيقاع المباراة، إذ أكمل 60 تمريرة ناجحة من أصل 66 بنسبة دقة بلغت 91%، كما بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب المنافس 88% مقابل 94% في منطقته الدفاعية، مع نجاحه في تمريرته الطويلة الوحيدة بنسبة 100%. وعلى مستوى التحركات لمس بوعدي الكرة في 86 مناسبة، ونجح في 3 مراوغات من أصل 5 محاولات، كما قطع بالكرة مسافة إجمالية بلغت 196.5 متراً عبر 23 انطلاقة، رغم فقدانه الاستحواذ في 11 مناسبة. دفاعياً بصم اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً على حضور قوي بعدما كسب 9 صراعات من أصل 13، واستعاد الكرة في 6 مناسبات، وقدم 6 مساهمات دفاعية، إضافة إلى اعتراض إحدى تسديدات المنافس، دون أن يتمكن أي لاعب برازيلي من تجاوزه بالمراوغة طوال دقائق مشاركته. وآثار الأداء اللافت الذي بصم عليه بوعدي أمام المنتخب البرازيلي تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية العالمية، حيث أشاد العديد من متتبعي الشأن الكروي والمحللين بما قدمه لاعب ليل الفرنسي، معتبرين أن صاحب 18 عاماً أظهر نضجاً كبيراً وشخصية قوية في أول ظهور رسمي له مع أسود الأطلس، مؤكدين أنه يملك المقومات التي تؤهله ليكون أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي خلال السنوات المقبلة. ويواصل بوعدي الذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 50 مليون يورو تأكيد موهبته الكبيرة، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن مستقبله، بعدما نجح في تقديم أوراق اعتماده على الساحة العالمية من بوابة مواجهة أحد أقوى منتخبات العالم.